انت قدامك طبق كشري مليان على الاخر، وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقه، هتحس بحاجه؟ لو انت معاك طبق كشري وانا جيت اخدت منك معلقه هتحس بحاجه؟ كلمه السر هنا نهر النيل اللي فضل على مر السنين مطمع للكل، زي اثيوبيا اللي قررت تبني سد النهضه. طب ليه اثيوبيا عايزه تعمل السد ده؟ بيقولوا عايزين يستغلوا ميه النيل ويولدوا الكهرباء، عشان يعني عندهم مشكله في توفير الطاقه لاغلب السكان، فالسد ده هيكون اكبر محطه كهرومائيه في افريقيا. طب ايه المشكله؟ مشكله؟ طبعا مشكله. انت عارف ان السد ده هيأثر بشكل مباشر على دول المصاب زي مصر والسودان، لانهم بيعتمدوا على الميه بشكل كبير، فممكن ده يقلل من حصتهم في الميه. وبسبب السد دخلت مصر والسودان في مفاوضات كتير مع اثيوبيا، زي مثلا اللي كانت في الخرطوم في 23 مارس سنه 2015، وده اكبر دليل على ان الجغرافيا والسياسه ما يستغنوش عن بعض. ما تنساش تقول لي انت كمان في الكومنتات حدث تاريخي زي حرب او معاهده كانت الجغرافيا سبب اساسي فيه. سلام.